خلي عندك مبادئ في شغلك، في حياتك، وانت صغير وانت كبير وانت بتبتدي وانت في الطب. مبادئك دي مهمة قوي قوي. هتخليك تعمل حاجة محترمة، ما تخذلش منها. هتسعدك، هتخليك واثق في نفسك وراضي عن نفسك. هتخليك رافع راسك طول الوقت، مش فارق معاك حد ومش فارق معاك حاجة. ليه؟ لأنك عندك مبادئك، بتعمل حاجة بمبادئك. هتخليك مميز جدا جدا جدا، حتى لو طال الوقت لنجاحك أو لأن الناس يعرفوك. ولكن صدقني، وانس انك هتتعرف او هتتعرفي، هيبقى ليك طابع مميز مفيش حد يقدر يبقى زيك. وده هيكون ناتج حاجات كتيرة، أكيد من ضمنها خبرتك ومؤهلاتك، ولكن برضو عامل رئيسي قوي 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 ان انت عندك مبادئ، بتعمل حاجة ازاي، بتعمل شغل صح قوي. ما عندكش خيانة، ما عندكش كذب، ما عندكش خداع في شغلك. بتدي الناس حقها بزيادة في شغلك، بتتقن شغلك قوي. كل الحاجات دي بتميز، يعني عشان ما يبقاش النجاح هلهلي كده زي اللي احنا بنشوفه بتاع اليومين دول. بيبقى نجاح ثابت وخطواته ثابتة ومميز. أهم حاجة النهاردة من النجاح إن نجاحك يبقى مميز، لأن النجاح المميز هو النجاح اللي بيستمر. النجاح الهلهلي هو الفقاعات زي ما احنا شايفين من حوالينا. صدقوني كل الهلس ده مش هيستمر، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح ولن يبقى إلا الحقيقي.